شهداء و14 جانفي الذين حرروا ثورة 14 جانفي التي حررت هذا البلد من الطغيان ومن الفساد ووضعته على طريق الحق والعدل والحرية، طريق الإسلام. كانوا في الحقيقة سلسلة توجت حلقات بدأت منذ بدأ احتلال هذا البلد، ولقد كان لمدينة صفاقس هذه دور مؤكد وعظيم في مقاومة الاحتلال منذ بدايته، فصمدت مدة طويلة في وجه المحتل منذ البداية وظلت تواصل التضحيات. وكان من شهدائها شهيد الحركة النقابية فرحات حشاد، وكان من شهدائها الهادي الشاكر. كان من شهداء هذه الحركة، كان من شهداء حركة التحرير التي توجت بثورة 14 جانفي، كان شهداء الحركة اليوسفية، والشهيد وتوجت بشهادة الزعيم صالح بن يوسف، فالتحية إليه. وتوالى الشهداء بعد ذلك في كل المستويات حتى وصلنا إلى شهداء 62 الذين عملوا على تغيير نظام الفساد والاستبداد، ولاقوا ربهم شهداء بزعامة الشهداء الرحموني والعكرمي والأزهر الشرايطي، فالتحية إليهم جميعا. وامتدت الحركة المقاومة للظلم والفساد لدولة الاستبداد أجيال وراء أجيال، لم تفرغ، لم تشكو سجون بقيمة ولا بن علي، لم تشكو يوما من البطالة، ظلت دائما عامرة بالمناضلين جيل بعد جيل من أبناء كل التيارات، فإليهم التحية جميعا. إلى أن وصلنا إلى الحركة الإسلامية، فكانت السجون لم تعرف أجيالا، لم تعرف أفواجا كما عرفتها منذ 20 سنة، والسجون شغالة والجلادون شغالين وكل أجهزة القمع شغالة. وكان من الطبيعي أن يلاقي ربهم شهداء. عدد من شهداء هذا البلد، هذه القلعة النضالية، ومنهم جميل وردة وصلاح الدين باباي وحميدة بن هنية، فالتحية إليهم جميعا. حتى وصلنا في النهاية إلى شهداء ثورة 14 جانفي، ومنهم الذين أكرموا عمر حداد، وقد زرنا قبره منذ قليل وألقينا عليه التحية، وبسام بن محمد وسيم الحضري، فالتحية إليهم جميعا. الشهادة أيها الإخوة والأخوات، أيها الأبناء والبنات، دماء الشهداء هي التي تحيي الأرض، هي التي تحرر الناس. دماء الشهداء هي التي تحيي العقائد. يقول شهيد الإسلام سيد قطب: كل عقيدة عاشت في التاريخ قد اقتاتت قلوب أصحابها، فإذا أردتم لأفكاركم أن تعيش فكونوا مستعدين لأن تبذلوا من أجلها كل شيء، أموالكم ودماءكم، فإنما العقائد تعيش بالتضحيات، بتضحيات أصحابها. والحمد لله نحن اليوم نستثمر اليوم
نتمتع اليوم بثمار دماء الشهداء عبر قرن ونصف من دولة الاحتلال ومن دولة الاستبداد. نحن اليوم كما كنا نستمع إلى خطبائنا الكرام، إلى الشيخ الحبيب اللوز وإلى الأستاذ محمد شعبان وإلى أخينا الأستاذ معطر، نحن الآن نجني ثمار دماء الشهداء، ودماء الشهداء أمانة في أعناقنا جميعا. هنالك قوى متخصصة في سرقة الثورات. بعض الناس يقولون لي: ألا تخشى، ألا تخاف على ثورة 14 جانفي من أن تسرق؟ أقول لهم: الثورة ردمت وقبرت إلى الأبد إن شاء الله الخوف، فما بقي خوف إلا من الواحد الديان. سقط الخوف فسقط بسقوطه الطاغية، فلا خوف بعد اليوم كما يردد صديقنا المرزوقي. لا ينبغي أن يكون هنالك خوف بعد اليوم من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. هنالك الطاغية حكم تونس بالخوف، بإشاعة الخوف، إشاعة الرعب. ولما اكتشف الناس أنه نمر من ورق وسقط الخوف، سقط معه الدكتاتور. لا ينبغي أن نسمح بعد اليوم بعودة الخوف من أحد إلا من الواحد الديان. خلفاء الطاغية اليوم ما زالوا مستمرين على البزنس هذا، على الصناعة، صناعة الخوف. يخوفون العلمانيين من الإسلاميين، ويخوفون النساء من الإسلاميين، ويتحدثون عن الدولة الدينية، ويتحدثون عن الخوف من هؤلاء المضطهدين الإسلاميين. نحن نقول لهم: ينبغي أن سقطت دولة الخوف ولن نسمح بعودتها أبدا. بعض الناس يقولون: ما هي الضمانة؟ ما ضمانة أن لا تعود دولة الاستبداد؟ ما ضمانة أن الإسلاميين إذا حكموا ربما استبدوا؟ أقول لهم: الضمانة هو أنتم، الضمانة هو هذا الشعب. إذا ظل قائما فلن يخدعه أحد ولن يركبه أحد، لأنه اكتشف نعمة الحرية. ولذلك تونس التي كانت تعرف، كنا خارج تونس عندما تذكر تونس نخجل. تونس بماذا كانت معروفة في العالم؟ كانت معروفة في المستوى الديني بأن رئيسها يسخر من الإسلام ويشرب الكأس في نهاية رمضان ويقول للناس: افطروا. تونس كانت معروفة بنزع الحجاب، منع المرأة من حقها الطبيعي في أن تلبس لباس التقوى. ونحن لا نقول ينبغي أن تجبر، لأن هذه مسألة دينية، كل يتصرف بحسب عقيدته ودينه. تونس كانت معروفة بقانون المساجد الذي يجعل المسجد لا يفتح إلا 5 أو 10 دقائق خلال الصلاة، وحتى إذا أحد أراد أن يصلي النافلة يأتي المؤذن يقف بجانبه ليعينه على الخشوع. حتى اشتهر في العالم أن كل مصلي تونسي يحمل بطاقة ممغنطة حتى يعرف اسمه ومكانه أي مسجد صلى فيه. هذا وعلى المستوى السياسي والحقوقي كانت تونس تعرف في العالم بأنها مكان للسلخ وللتعذيب ولتكميم الأفواه ولتزييف الانتخابات.
لأول مرة تصبح راية تونس التي هذه بين أيديكم ترفرف في كل شارع يهتف بالحرية في العالم. فلا تسمحوا إذن، لا تسمحوا للطغيان أن يعود مرة أخرى بأي اسم كان، حتى ولو كان اسما دينيا. ينبغي للشباب أن يظل حارسا لدماء الشهداء. دماء الشهداء أمانة في أعناقكم جميعا يا شباب الثورة. المتخصصون في صناعة الخوف، البزنس بتاع الخوف، مما يثيرونه بأن الثورة ستهلك الثروة، وبأن الثورة خطر على الاقتصاد، وبأن الشعب التونسي سيجوع بعد الثورة، وأن الدول الغربية